مديره الفني الموضوع. طيب احنا معانا على الهاتف السيد المستشار مرتضى منصور. مساء الانوار يا فندم، اتفضل. الخير يا مدحت بيه. مساء الخير يا شيخ طه. مساء الفل يا استاذ مشرف. خير يا استاذ وليد. كل سنه وانت طيب. اتفضل يا سيد والله المستشار. يا استاذ الكلام خلص على فكره. احنا مش عايزين نضحك على الجمهور ومش عايزين. يا استاذ الفاضل، انا الاسبوع اللي فات في مباراه غزل المحله كان الاستاذ ابراهيم يوسف قاعد مع حضرتك. مظبوط. وقلت له هو هنري ميشيل نط من السور وبقى رئيس وبقى مدرب غصب عنكم؟ هنري ميشيل انت المجلس اللي جابه. ما تقوليش ممدوح عباس. مفيش حاجه واحد بيجيب واحد. المسؤوليه جماعيه تضامنيه، اللي مش عاجبه يمشي. وبعدين التوازنات اللي بتحصل النهارده، انت عايز هنري ميشيل، فالاخ رؤوف قال له طب هتجيب لي عبد الرحيم محمد، فالاخ حازم قال لك طب ما هجيب بقى عبد الحليم علي. يا بيه احنا بنهرج، دي مش عزبه ابوهم مع احترام الشديد ليهم، ده نادي محترم. اللي مش عارف ان ده نادي يا جمال، يا جماعه ده جمال عبد الناصر بكل تاريخه وقوته في نكسه 67 طلع في التلفزيون وحضرتك شفته، كنا طبعا لسه صغيرين بس شفناه وهو يبكي بيقول لك انا متنحي مش قادر، انا مش قادر يا جماعه، انا ماشي وبتحمل مسؤوليه. انما مره نشيلها الشيكابالا ومره نشيلها لعمرو زكي ومره الميدو. الذي يتحمل المسؤوليه القائد، والقائد هو الجمعيه العموميه اللي بيقولوا انها جابتهم، ما حدش جابهم. الناس دي زي ما اقول تاني، الناس دي جت بالتزوير والاعمال بالنيات. انت النهارده هتشيل هنري ميشيل خلاص؟ طب ما انت النهارده بقالك 5 سنين تضحك على الجمهور. الله، احنا مش بقالنا 5 سنين يا استاذ مدحت في القصه دي. مفيش الا بطوله يتيمه اللي هي كاس مصر، لانك كنت بتلعب انبي، وانبي برضه مش من الفرق القويه، والاهلي كان طالع بره. مظبوط. انت بقالك 5 سنين مش عارف تاخد بطوله، وبعدين النهارده انت عندك السله ترتيبها الثالث ولا الرابع، والطايره مش عارف بتتغلب، راحت قطر اتغلبت من طوب الارض. انت عندك منظومه فاشله. بقول للاخ ممدوح عباس والاخ وسيبك انهم نحسوا الكلام ده، مش هي دي القضيه يا جماعه. في حاجه غلط، الغلط ده ربنا ما حدش بيعاند ربنا، مش هنعنده. انتوا جايين بالتزوير. ربنا انت بقالك 70 دقيقه في منطقه جزاء اتحاد الشرطه، الكوره مش عايزه تخش لان ضميرك مش كويس. وبعدين النهارده شيكابالا غلط في الجمهور اللي بيتشتم، الجمهور دلوقتي بقى الملطشه. يا اخي تربويا يا اخي قول له اقعد. انت مش شيكابالا، من غير شيكابالا ما بتعملش حاجه. النهارده انا اول مره اشوف لاعب بيغير نفسه، راح عامل بصابعه كده. هو ايه ده؟ هو ده اللي بيتغير بالموبايل؟ طب انت عايز تتغير، طب انا ماشي، انا ما عنديش مشكله. انت في 9 مليون جنيه دفعوا الشيكابالا غرامه لما الاخ ممدوح عباس كان بيعاند اخ من النادي الاهلي، شيكا عندي لا عندي، وراجل بيلعب في نادي باوك اليوناني جابه هنا. مين اللي دفع الغرامه؟ ممدوح عباس، نادي الزمالك. انت شيكابالا بياخد 3 مليون جنيه في السنه. ما دام انت مش مستحمل الجماهير ومش مستحملنا، ما الجماهير دي ياما هتفت، مش كده؟ ياما. يا سيدي متشكرين، حضرتك رجع الفلوس اللي انت خدتها. ادي عندك جمال حمزه، فين هو جمال حمزه؟ فين كل واحد تعالى على نادي الزمالك؟ يا استاذ الفاضل المنظومه كلها غلط. اين المتحدث الرسمي اللي كان كل مش عارف مين يقول لك ايه هو فلان متحدث رسمي؟ كله اختفى. راجل النهارده انا عندي عضو مجلس اداره يا استاذ مدحت بتاع الكوره، كل همه يعمل شامبو شعر ويقشر الشعر. عيب تفرغ للنادي الكبير وبعدين يخلص يطلع على دبي يذيع. طب ده انا معتمد على الله وعليك، ده انت الوحيد انت معاك ابراهيم يوسف اللي هو برضه واخدين منه جنب ويحاربوه. ليه؟ لان ده ابن الست اللي مش عارف ايه، اللي مش عاجبهم لانه ما كانش معاهم في قائمتهم. النهارده هتقعدوا تلطموا يا جماعه، امشوا تاني. بقول انا مش عايز اجي، والله ما عايز اجي. هاتوا محمد عامر، هاتوا مجدي شرف، هاتوا اي حد. انما يا جماعه انتوا خدتوا كل الفرق لكم 5 سنين. هو ممدوح عباس ده لسه جاي النهارده؟ اولا ممدوح عباس امين صندوق نادي الزمالك من 21/12/2005، من هذا اليوم ما خدناش حاجه. الاخ حازم امام ده مش كان عضو مجلس اداره؟ الاخ رؤوف جاس ده مش كان نائب رئيس نادي بالانابه؟ احمد جلال ده يا جماعه مش كان موجود في يا جماعه الناس دي كانت موجوده قبل كده. بقول لك المنظومه فاشله مع احترامي الشديد. انتوا نحس، انتوا ربنا مش موفقكم، الفلوس جايه حرام، اي حاجه، بس في النهايه في جماهير بتموت. انا بكلمك بجد حقيقي والله جمهور حاجه صعبه جدا. نادي الزمالك ما تعملش كده يا جماعه. نادي الزمالك اللي عمل اسمه، انا داخل نادي الزمالك وانا راجل محامي ليا اسمه وشهرتي وعضو مجلس الشعب، بس هو اللي عملني. هو يعني اذا كان في مليون واحد كان بيعرفني، النهارده 85 مليون بيعرفوني من هذا الكيان الكبير المحترم اللي احنا بنمرمط بيه الارض دلوقتي. واوعى تقول لي جماعه عموميه جابتهم، جماعه عموميه ما جابتش حد، نادي زورت انتخابات وجات. واقول لك اين حسن صقر يا اخي؟ انت فين يا مهندس حسن؟
انت مستخبي فين؟ ده انت حلتني مرتين من غير ما اعمل حاجه. ده انا كنت الثاني على الدوري والمربع الذهبي افريقيا، وطلعت مع النادي الاهلي في البطوله المربع الذهبي رايح جاي لما لعبنا هنا في مصر. خلاص، ولعبنا ماتشين في منتهى الاحترام، ووصلت نهائي كاس مصر، وخدت بطوله اليد والسله والطايره، ومع ذلك حلتني يا حسن. انت مكسوف من الممدوح بس انك تمشيه يا اخي. يا اخي مشيه، انا اللي بقول لك اهو، والله العظيم لو فرضوا منزل الانتخابات مش هنزل. انما تخيل دلوقتي الخناقه على ايه؟ فاكر انت الست اللي دي قالت ده ابني وده قالت ده ابني، فالقاضي قال خلاص هنقسمه نصين وكل واحده تاخد النص. امه الحقيقه هتلاقي مش عايزاه الحقيقيه، مش الناس اللي جايين بالباراشوت. بعد اذن حضرتك يا استاذ الفاضل بقول تاني، يا كبار النادي، يا حكماء النادي، يا لجنه الكره الوهميه، يا حماده امانيه اللي ما بتعملش حاجه، ارحموا نادي الزمالك. انا ما بروحش نادي بقالي 5 اشهر ومش عايز اروح لاني قرفان منكم. من فضلكم انقذوا النادي المحترم ده، لان النهارده نادي الزمالك ترتيبه ال 12 ال 13 وانا عندي 9 مباريات يا استاذ مدحت لسه بره. صحيح، عندي 9 مباريات. وانا لعبت لسه مع حد؟ وانا لعبت الاهلي رايح جاي؟ وانا لعبت المصري ولا لعبت حرس الحدود؟ فين الانديه اللي لعبتها؟ ولا الاسماعيلي. انا بس الانديه يا استاذ مدحت من فضلكم، وما تضحكوش على الناس تقول لي اصل انا هشيل هنري ميشيل. طب ما كان قبل هنري ميشيل كان في ديكستال، وقبل ديكستال كان في بوك اسمه اللي كان كابرال، كان جايبين كابرال، كل اسمه كرول، كل دول مش جيهم ومشوا في عهد ممدوح عباس. يا اخي انت مش قادر امشي، يا اخي انت راجل فشلت امشي. لا منشآت، عامل لي دورة ميه، تروح تفتتح دورة ميه يا راجل في نادي، في يعني ده نادي الزمالك عيب. طب قول لهذا المجلس المحترم، انتوا عبد الناصر قال شكرا انا متنحي، انا مرتضى منصور مش عايز اجي يا عم، لكن في ناس محترمه تستطيع ان تيجي. والنهارده انا لما ادي لاعب 5 مليون جنيه في السنه يا استاذ مدحت، وادي لاعب جنبه 100,000 جنيه، ده لو اخواتها يموتوا بعض. وبعدين اللعيبه ده مصاحب سوار، وده مصاحب اناث، وده مصاحب اخطروبي. هو في ايه يا جماعه؟ فين النادي؟ فين مجلس الاداره؟ كل واحد في همه. واحد سافر لي دبي في لما عملوا المعسكر هناك عشان يخلص شغله في البترول، وده مش عارف سافر فين. نادي الزمالك يا جماعه ارحموا نادي الزمالك. مرتضى منصور بعيد اهو، وبقول انا بقول لكل يجي الحكماء يقولوا مش عايزين مرتضى خلاص. مش انا شرفت ان انا يوم واحد رئيس لهذا النادي العريق، لكن جماهيري مش عايز اقول لك كم التليفونات يا استاذ مدحت. طبعا طبعا. نادي الزمالك ده مش مبنى، نادي الزمالك يا جماعه ده كيان، ده تاريخ، ده 100 سنه. نادي الزمالك ده 100 سنه مش هزار. لما بنمرمطه بالطريقه دي يا اخي يسقط ممدوح عباس ويسقط مرتضى منصور، بس النادي هيقوم مش خناقه. النادي هو الاساس، النادي هو الاساس. حزين جدا اللي بيحصل، واي حاجه هتتعمل يشيلوا مدرب يحطوا مدرب. بقالنا 5 سنين في القصه دي، مش عايزين حاجه. جماهير امشوا انتوا، امشوا هاتوا اداره محترمه، اداره تعرف تتعامل مع اللعيبه، اداره مش يبقى في مدرب هربان ويجي يا استاذ مدحت سكران في النيل هيلتون طول النهار بيسكر وبيلعب قمار، واجيبه اقول له انا عايزه عشان عندن في بتعاند مين؟ هي عزبتك؟ ده نادي محترم، انت مش عارف قيمته؟ الملايين يعرفوا قيمته. امشي يا ممدوح انت ومجموعتك، انتوا فشلتوا، انتم فشلتوا. فلوس حرام، نحت، اي حاجه. لكن عايز اقول لك في النهايه هذا النادي المحترم لازم بقى ولاده الحقيقيين يطلعوا، ولاده يجتمعوا على بيدهم يوم الخميس. النادي من يوم الانتخابات يمكن رحتش شكرت الناس، راح يوم الخميس علشان حاجه واحده، نقعد كلنا ونشوف كيف نحل مشكله هذا النادي العريق. وزي ما قلت لك لما القاضي حكم النص هنا والنص هنا الولد، امه الحقيقه قالت لا مش عايزاه. عشان الولد يعيش، لان بنتمي لهذا النادي اللي عمل اسمي، بقول انا مش عايز. بس هاتوا اداره محترمه تدير بجد، ناس عندها ناس تربويين. محمد عامر الراجل اللي ما كانش عنده امكانيات، ومع احمد بكري ومع الدكتور حازم ياسين، شوف الناس كانت فرحانه ليه؟ لانه كان حاكم عادل. النهارده الولد الصغير ده كبير، انما النهارده ده مالوش مزاج يلعب، وده عند فلانه، وده سهران عند فلانه، وده بيقول لك الممثله فلانه صاحبتي. بلاش قرف، قرفتونا. يلا ربنا يوفقكم ان شاء الله كزملكاويه في ان تعيدوا مره تانية ان شاء الله يا رب الاستقرار لنادي الزمالك. الحقيقه بعد هذه الكبوه الكبيره في الواقع، يمكن احنا بندي فرص حوار لانه الناس تعبانه، الناس زعلانه، الناس متضايقه. مش ممكن اطلاقا نادي الزمالك بعراقته دي كلها يبقى في هذا المركز المتدني في جدول الدوري العام 11 نقطه، بينه وما بين الهبوط نقطه واحده. يعني اللي في المركز ال 14 وال 15 10 نقطه، و10 نقط، والزمالك 11 نقطه. اذا وبعدين الزمالك